إيه يا عم عمرو دياب، ايه يا عم عمرو دياب، انت كل شوية تخبط الناس وتشتم الناس وتضرب الناس. هو انت عم ايه؟ فين الإنسانية اللي عندك دي؟ فين الإنسانية اللي عندك؟ انت كل شوية مشكلة مع حد. هو عشان الفلوس يعني غيرتك؟ ما تشوف نفسك زمان في ساعة فيلم آيس كريم في جليم. هو انت ايه يا عم؟ قبل كده ضربت الواد بالقلم، والمرة دي بتشخط الواد كده وتضربه كده. مهما اي حد يغلط قدامك ما تمدش ايدك عليه. هو انت يعني عشان معاك فلوس والكلام دوت؟ ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ بتحترم نفسك شوية. ما تشوف تامر حسني بيعامل المعجبين ازاي. تامر حسني ده من اجدع الناس والناس المحترمة، اقسم بالله العظيم. انت مش عارف في ايه مالك كل شوية تشتم دوت، تضرب دوت، تتخانق مع دوت؟ يا عم اعملهم بالراحة. مش عشان انت خلاص بقيت مغني ومشهور الكلام ده تشوف نفسك على الناس دي. هي اللي عملتك، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله. خف على الناس واحترم الناس عشان الناس تحترمك. اللقاء الخميسي أعلنت إن هي رجعت لمحمد عبد المنصف تاني بعد قراره إن هو كان متجوز في السر على لقاء الخميسي. ولقاء الخميسي لما عرفت ساعتها اتطلقت وطلبت الطلاق والانفصال، وحصل الانفصال. دلوقتي بترجع يعني ايه رجعت لمحمد عبد المنصف تاني؟ انت جاي غصب عنك ولا انت جاي ايه بالظبط؟ انت المفروض تتصور، يعني المفروض جاي بتضحك قدام الناس قدام الصحفيين، مش جاي مكشر. هو انت جايباك غصب عنك هي ولا ايه؟ ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ وهي لقاء الخميسي ما تستاهلش اللي حصل لها، اقسم بالله ده يا جدعان. بس بقى حصل بقى وخلاص. وان شاء الله نتمنى الافضل للقاء الخميسي في حياتها الجايه. هسيبكم كلكم ان شاء الله في محل الحاج سعد علي صبحي في شبرمان بتاع الدهب ان شاء الله. ان شاء الله بعد شهرين ان شاء الله من النهارده هنلبس الدبل باذن الله. هو احنا مالنا احنا الفرح بتاعكم بعد شهرين ولا بعد سنة؟ هو انتوا يعني اخباركم هتخص المجتمع يعني هيهتم بيها؟ ايه الاشكال اللي يا جدعان اللي شايفينها دي؟ ايه الاشكال دي؟ ما تتجوزوا يا عم ولا بتتنيلوا على عينكم؟ هو احنا هيهمنا خبر يعني انتوا تتجوزوا ولا تنفصلوا؟ انتوا مين اصلا في المجتمع؟ انتوا ولا حاجة، انتوا بلا قيمة اقسم بالله. اخركم زي مش عايز اتكلم بس اقسم بالله عشان في ناس محترمة بتتفرج عليا. يلا بينا يا جدعان عشان واحد ايه جاله حموضة من الاشكال اللي بيشوفها دي. ونعمل بنت البلد ونعمل الصيعه ونعمل بنت الاتيكيت ونعرف نعمل كل حاجه يا قلب على تطلع من قلبنا كده. نجيب المشهد من اوله كده يشد القلب. مش نعمل بس مش عارفه اقرا، بس مش حافظه الكلام، بس ايه التاني. هو انت ممثلة عشان يجيبوكي في دور بتاع ميادة الديناري؟ هو انت ممثلة؟ عرفنا ان انت بتعرفي تعملي الكلام ده برضه، شاطرة، برافو عليكي. بس انت مش ممثلة عشان يجيبوكي. لازم تبقي ممثلة عشان الدور يليق عليكي. مش اي حد من الشارع هنجيبه ويجيبوه يمثل والكلام ده. ايه يا جدعان اللي شايفينه ده؟ انت اخرك المذبح بس كده. وحشتنا يا اسطوره، وحشتنا يا اسطوره، اقسم بالله. احنا من غيرك ما نسواش. انت اللي كنت بتلمنا كده، والمشاهدات بتاعت مصر كلها بتاخدها قبل ما تنزل مسلسل اصلا وقبل ما تعلن على المسلسل. اقسم بالله يا محمد رمضان احنا مستنينك. بص مستنينك ان شاء الله السنه الجايه هتعمل لنا مسلسل باذن الله، وانا هكون معاك في المسلسل باذن الله. وان شاء الله فيلم اسد بتاعك هيكسر الدنيا، وشرف ليا اللي انا معاك في الفيلم وعملت مشهد معاك الحمد لله. يلا بينا. وحشتنا يا أسطورة، وحشتنا يا أسطورة. محمد رمضان أعلن عن نزول الفيلم بتاعه المنتظر بقاله 3 سنين، اللي هو فيلم أسد. والحمد لله أنا كان ليا الشرف إن أنا واخد مشهد مع محمد رمضان، مشهد مؤثر في الفيلم الحمد لله بإذن الله. ومحمد رمضان أعلن عن الفيلم يوم 14 مايو اللي هو قبل عيد الأضحى. وبإذن الله الفيلم ده هيكسر الدنيا. ومحمد رمضان كان غايب عن الدراما بسبب انشغاله في الفيلم ده، والفيلم ده خلص. وهو هيعمل مسلسل السنة الجاية 2027، وهيكتسح رمضان عشان محمد رمضان بيكتسح أي موسم مسلسلات في رمضان. منتخب مصر عاد من جديد. حسام حسن عمل شخصية جامدة جدا لمنتخب مصر. وأي منتخب بيلعب قدام منتخب مصر بيتهز قبل ما يلعب مع منتخب مصر. هتقولي إن حسام حسن جاب أكتر لعيبة من الأهلي. طب أنا بذمتك أهو براهنك كزملكاوي في لعيبة في الزمالك تستاهل إنها تروح المنتخب بعيدا عن اللعيبة اللي هو اختارها؟
هو اختار اللعيبة ديت وشاف اللعيبة الأساسيين اللي هي هتستاهل تلبس تيشيرت المنتخب تلعب أساسي اللي هم بتوع الأهلي. حسام حسن شايف وجهة نظره ويا ريت محدش يقطع في وجهة نظره. وكمان حسام حسن جريء ان هو لاعب مصطفى شوبير اساسي عشان مصطفى شوبير يستاهل جامد جدا. اقسم بالله مصطفى شوبير كسر الدنيا وما يستحقش يقعد على الدكة تاني. منتخب مصر بإذن الله هيعمل حاجة جامدة جدا في كأس العالم ان شاء الله. وحسام حسن اقوى مدير فني يمسك مصر واحسن مدير فني.